يعقد محمد يوسف جلسة خاصة مع أليو ديانج قبل انطلاق الموسم الجديد لبحث ملف تجديد عقد اللاعب في ظل رغبة الإدارة في الإبقاء على اللاعب بعقد طويل الأمد. نتائج الاجتماع الثلاثي اليومي بين الخطيب وريبيرو ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الاكتفاء باللاعبين الحاليين في قائمة الفريق سواء في مركز الوسط أو المهاجم. استمرار أحمد عبد القادر لحين وصول عرض يوافق عليه اللاعب والنادي فيما تبقى من فترة الانتقالات الحالية أو فترة يناير. الكاف يجري قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تنزانيا 12 أغسطس المقبل، والأهلي معفي من هذه الأدوار. بقرار من المدير الرياضي محمد يوسف فرض حظر إعلامي على لاعيبة الأهلي، وبناء على رغبة ريبيرو تقرر أيضا عدم إذاعة المباراتين الوديتين أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا. هناك أنباء ذكرت أن هناك عرض من نادي بيراميدز للاعب النادي الأهلي أليو ديانج. حسين الشحات عقده بينتهي بنهاية الموسم الجديد ولا يوجد نية حتى الآن لتجديد عقده، وسيتم تقييم اللاعب نهاية الموسم الحالي. عاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا اليوم بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا للإطمئنان على حالته الصحية. ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي طلب خوض 3 مباريات وديه قبل بدايه الدوري، وتم الاتفاق مع انبي على اقامه المباراه يوم الثلاثاء اليوم، وسيراميكا كليوباترا وافق مبدئيا على المشاركه في مباراه اخرى وجاري الاتفاق على مباراه ثالثه. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعايه الصحيه اللازمه والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاته المدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفيه الوعكه الصحيه التي تعرض لها مؤخرا. محاولات اقناع رضا سليم بعرض اعاره لاحد الانديه المصريه مع التكفل بجزء من راتبه. رابطه الانديه المصريه تعلن 200,000 جنيه عقوبه اخفاء او سحب الكرات اثناء مباريات الدوري. النادي الاهلي ارسل خطاب الى قاسم باشا بالموافقه على طلبهم بشراء عقد احمد نبيل كوكا، وطلبوا البدء في صياغه العقود. محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي كان مقتنع جدا باحمد حسن كوكا وعرض الامر على لجنه التخطيط، لكن لجنه التخطيط ما كانش عندها اقتناع تام باللاعب، وكذلك ريبيرو يفضل نوعيه غير كوكا. محمد عبد الله جناح النادي الاهلي سيرحل عن صفوف الاهلي خلال فتره الانتقالات الحاليه رغم قناعه ريبيرو التامه بقدرات اللاعب، الا ان كثره اللاعبين في مركزه دفعت الجهاز الفني لتفضيل اعارته من اجل منحه فرصه اكبر للمشاركه واكتساب الخبرات. لو وصلت للاخر ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.